الفيديو اللي انت شايفه قدامك دلوقتي المفروض ان ده شاب هندي بيفك الايفون 17 برو ماكس. ومش ده الغريب ان في شاب عربي اخد الفيديو وشيره على تطبيق ثريدز. انا لقيت الفيديو ده على تطبيق ثريدز وكاتب عليه الكابشنز اللي بالعربي اللي انت شايفها دي، ان في شاب هندي بيفك الايفون 17 برو ماكس. للتوضيح بس، فمنتجات ابل لسه ما نزلتش السوق، المفروض هتبتدي تتوفر من بعد يوم 19 سبتمبر، وبالتالي الايفون 17 برو ماكس لسه اصلا مش موجود في السوق. دي الحاجه التانيه، وهو بيفك الظهر هنلاحظ ان هو فك البرواز اللي حوالين الكاميرات، لكن هو للاسف شكله ما شافش المؤتمر، لان في المؤتمر شركه ابل وضحت ان ظهر الموبايل كله من الالومنيوم، بمعنى ان ظهر الموبايل كله قطعه واحده، مفيش حاجه تتفك في ظهر التليفون غير الجزء السيراميك شيلد اللي محطوط عشان الماك سيف، لكن ظهر الموبايل والبادي هم قطعه واحده ومصبوبه مع بعض. ده غير ان هو برضه لو كان شاف المؤتمر كان هيلاحظ ان ظهر التليفون كله مش نفس اللون. ظهر التليفون عباره عن لونين، لون للبادي نفسه ولون مختلف شويه للجزء السيراميك شيلد، لكن هنا في الفيديو الموبايل كله شكل بعض ومش باين فيه جزء السيراميك شيلد. فده يا جماعه الماكت اللي بينزل للاسواق قبل المؤتمر بتاع ابل عشان يعرفك الشكل المبدئي اللي ممكن يكون عليه الايفون الجديد، فيا ريت مش اي حاجه تصدقوها.